اهلا بيكم في برنامج المسامح كريم. معاكم جورج الدمياطي. المشكله اللي راح نشوفها اليوم بين اتنين متزوجين. نرحب الاول بصاحب الدعوه الاستاذ شوقي الدمياطي. اهلا بيك استاذ شوقي. اهلا بك يا جورج يا اخويا. ونستقبل الان المدام سندس الدمياطيه. ازيك يا استاذ جورج؟ انا بحبك قوي من ايام ما انسى يربح ال 35 جنيه. اهلا بيك يا ست سندس. اكيد بدك تعرفي مين دعاك على البرنامج. ما تقولش قولوا لي يا ام عماد عشان كلت عليها الجمعيه. اعتقد انها راح تكون مفاجاه. افتحوا الستار. لا يا استاذ جورج، انا اسفي، انا هنسحب. انت ما تعرفش البني ادم ده عمل فيا ايه. يا سندس يا علي، ده انا بحبك والاله. حب ايه؟ انت حتى تعرف معنى الحب ايه؟ شفت يا عم جورج، والقرآن وامشي. تمشي تروح فين بس يا عم؟ ده انت صاحب الدعوه اصلا. طب خلاص يا عم جورج، عشان خاطرك انت بس عيشي. اشرحي لنا يا ست سندس، هو عمل معاكي ايه؟ اللي عمله ما يضحكش يا استاذ جورج، شيء بشع، شيء فظيع. اكيد هو شيء كبير، والا ما كانش جابك هون. بس كل شيء ممكن يتصلح. كان ورك الفرخه كلها لوحده، وعارف ان انا ما احبش الصدر. يا سندس، ما انت عارفه ان الصدر ناشف عليها وبقف في زوري، الورك اسهل في البالة. انا نيتك دي اللي دمرت حياتنا. شوف وصلتنا لايه، قعدتنا قدام اللي يسوى واللي ما يسواش. طلقني يا شوقي، انا لا يمكن اعيش مع واحد بياكل الورك ويسيب الصدر. ست سندس، هو جاي هون عشان يستسمحك، هو حاسس بالندم من جواه. بذمتك يا استاذ جورج؟ طب بص له كده، ده منظر واحد حاسس بالندم بشنبه دي. ما تخلصونا بقى يا جدعان في الليله دي. خلصوا يا سندس، عايزين نروح. انا مستحيل اروح معاك ابدا، انت مخلي عيشتي سواد. ده انا مره بقول له انا ولا امك يا شوقي، قال لي امي طبعا. ايوه، ما هو لازم يختار امه، شو المشكله يعني؟ حتى انت كمان. طب طلعني يا استاذ جورج. انا اسالك سؤال واحد، بتحبيني يا شوقي ولا لا؟ ما ينفعش نحذف اجابتين يا جورج يا اخويا، او نستعين بصديق. انا هاخد راي الجمهور، اصالحه ولا لا؟ خلاص هصالحك بقى يا شوقي، وامري لله، بس عندي شروط، يا تعملها يا اما نطلق. الشروط يا سندوسي، طلباتك كلها مجابه. اولا كده اختك نفيسه ما عادتش تيجي عندنا. سهله يا ستي، ولا ما عنديش تيجي تاني. وامه تيجي مرتين في اليوم براحتها. مش مهم، اجي على نفسي واسيب لكم البيت وهي موجوده. ويسيب لي الورك وياكل هو الصدر. انت طالق يا سندس.